ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل احلى بسكوت بالشوكولاته ممكن تاكليه بطريقه سهله وبسيطه جدا، وانا متاكده ان هو هيعجبك قوي. ولما تعجبك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، ويلا نبدا. البسكوت ده مش محتاجين لا عجن ولا محتاجين فرن، وفعلا هيطلع من احلى من اي جاتوه شوكليت هتجيبيه من بره. البسكوت اللي استخدمته اهو قدامك 150 جرام بسكوت. استعملي اي نوع تكوني بتحبيه. لو بسكوت بالشوكولاته هيبقى كويس، لو ساده زي ده كده يعني مش بالشوكولاته هنحط له كاكاو. اخدت بقى ال 150 جرام وحطيت عليهم 50 جرام عين جمل، وده اختياري، ممكن تحطي فول سوداني بدل عين الجمل. وحطيت معلقتين كاكاو، كاكاو خام. وضربتهم بقى في محاضرة الطعام كويس قوي كده. ممكن تستخدمي درق المطحن سوري بتاع الخلاط، او ممكن تحطيهم في كيس مطبخ وتطحنيهم بأي حاجة كده. حطيت بقى اخر اضافه للبسكوت الزبده، 50 جرام زبده مسيحاهم على نار هاديه. ولو لقيتي ان البسكوت لسه شكله يعني مش مبلبل قوي زي الرمل المبلبل كده ومش بيتشكل في ايدك، ضيفي لهم معلقه لبن واحده او معلقتين لبن حسب نوع البسكوت، حسب ما يحتاج. كده بقى بيتشكل خلاص كفايه. اخدت بقى البسكوت وبعدين جبت القوالب بتاعه الكب كيك والورق بتاع الكب كيك اهو. لو مش عندك الورق ده ادهني القوالب كده بزيت واستعملي القالب على طول، بس طبعا الورق بيدي شكل حلو للبسكوت. حطيت بقى معلقة كبيرة كده في كل قالب. الكمية دي عملت معايا من الصينية دي صينيتين، يعني عملت 12 واحدة من البسكوت ده. شوفي بقى انتي محتاجة قد ايه وضعفي الكمية، او اعملي الكمية، اعملي نصها بس براحتك. حطيت بقى البسكوت وضغطت عليه بالمعلقة كويس كده. وبعدين بأي حاجة عندك اعملي بقى فتحة كده في البسكوت بالشكل ده، يعني ممكن بكوباية صغيرة قوي. عملت بقى التجويف ده كده في البسكوت، ادي شكله، وتسويه كده بايديكي من فوق. هنكرر بقى العملية دي كده لحد ما نخلص الصينيتين اللي احنا عاملينهم. ما تدوسيش قوي لان ممكن البسكوت يتفتح من تحت. انا هوريكي واحدة دلوقتي، ادي الشكل اهو. في واحدة دلوقتي انا ضغطت عليها قوي فاتفتحت من تحت، فطبعا احنا لسه ادي شكلها اهو. قفلي بقى كله كده من تحت علشان الشوكليت اللي هنحطها ما تنزلش تتسرب يعني من الفتحة من تحت. خلصت بقى كده البسكوت، جبت بقى الشوكولاتة اللي هحطها شوكولاتة خام بس باللبن. آه، قطعتها الأول كده، وبعدين جبت معلقتين لبن ومعلقة قشطة وسخنتهم قوي قوي، ما تزوديش عن كده، معلقتين لبن ومعلقة قشطة سخنتهم قوي. وحطيت فيهم الشوكليت وقلبته لحد ما ساحت كده، بس هي للأسف اللقطة دي ما اتصورتش. كده سيحنا الشوكولاتة. حطيها بقى في حاجة ليها بوز كده علشان تعرفي تصبي منها في جوه البسكوت. خلاص كده الشوكولاتة ساحت. هنبدأ بقى نصبها جوه البسكوت بتاعنا. ادي بقى ايه شكلها اهو. ممكن تقدميها بالطريقة دي خلاص، تدخليها التلاجة نص ساعة تقريبا وتقدميها خلاص، او ممكن تزيني الوش بأي حاجة زي ما انا عملت كده. اي حاجة موجودة عندك، التزيين ده دايما يعني رؤية شخصية ليكي. شوية جوز هند رشيهم على الوش كده، شوية شوكولاتة مبشورة، شوكولاتة بيضة تبقى لذيذة، مكسرات، فول سوداني، اي حاجة موجودة عندك للتزيين خلاص. شوفي بقى الورق بقولك بيدي للبسكوت شكل حلو قوي، يعني شايفة شكله السبعات تمانيات كده اللي في البسكوت دي مدية شكل حلو. دي الحاجات اللي انا زينت بيها. شوية مكسرات، شوكولاتة فرماسيل الوان، شوكولاتة فرماسيل ذهبي، اي مكسرات عندك، زبيب وجوز هند، اي حاجة موجودة عندك زيني بيها. وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في قناتي، وباي باي.